طيب علشان يعني واخدينهم من فرح الاثنين حمو بيكا وعمر كمال، يعني متخانقين مش عايزين نحسدهم في اكل العيش، لكن في خناقه في خناقه جامده جدا بينهم. بس الخناقه نحاول نفهمها من الاثنين كده. يعني حمو بيكا معانا. يا حمو اهلا بيك. حمو يا حمو سامعني؟ طيب لغايه ما يجي لنا حمو. عمر كمال معانا. يا عمر اهلا بيك. ازيك يا سويل عامل ايه؟ اهلا بيك يا عمر. اهلا يا طيب عمر. حمو سامعني؟ حمو بيكا مش سامع عمو وائل. والله واضح دخل الفرح تاني ولا ايه؟ طيب نحاول نجيبه تاني يعني. يا عمر ايه الحكايه يا عمر؟ بس هو انتوا يعني يا عمر الخناقه بقى يا عمر انا واخدها في اتجاه، انا بنكشك، بحب انكشك، بس تمام معاك. انه واضح ان انتوا بتكسبوا كتير قوي يا ابني، يعني امسك الخشب مش وحش يعني. وبتتخانقوا على الفلوس الاغاني اللي بتجيب فلوس كتير، وبدات نلاقي خناقه بينك وبين حمو بيكا على الفلوس على السوشيال ميديا، والتراشق دخل في الردح كده بينكم يا عمر. ايه الفلوس؟ ايه الحكايه يعني؟ اللي يعنيني، مش هدخل في تفاصيل قوي، بس خليني معلش اقدم حمو بيكا معانا. يا حمو اهلا بيك. السلام عليكم استاذ وائل. ازيك يا حمو؟ احنا واخدينك من فرح بس شويه، بس ربع ساعه كده. ولا يهمك. معايا مدام نجوى ابراهيم كمان، عشان لو انت الشاشه مش قدامك. الله يخليك الله يخليك. اهلا بيك يا حمو. الله يخليك. حمو كنت بسأل، خلينا ابدأ بيك لانك انت اللي بدأت المعركة. واضح في خناقة فلوس بينك وبين عمر كمان. الناس بدأت تقول لك هم يا جماعة الناس بتوع المهرجانات دول بيكسبوا قوي ليه كده؟ ده بيتخانقوا. مش فلوس والله ما فلوس يا استاذ وائل. ده اللي القصة كلها دول 10000 جنيه يعني مش فلوس. ده ايه؟ كم؟ 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ جنيه. جنيه. حمو عشان اسكندراني 10000 جنيه. 10000 مش فلوس صح؟ يعني الخناقه دي على 10000 يا حمو؟ ايوه، وهي الخناقه كلها مش عن ال 10000 دي ولا حاجه. هو المشكله اللي انا اتفقت على اغنيه وهو كان موجود فيها، وساسو كان موجود والناس كلها كانت موجوده، وهو طلع نكر الكلام ده، قال لك لا ده هو ما قاليش عليها. طيب لا بس دخلتوا في انه الاغاني بتجيب كام على اليوتيوب، ودخلت انت بقى في ردح بقى، وانا قاعد لك وفضيلك وحطيتك في دماغي وشويه كلام بقى. دخلنا بقى يا حمو في الخناقات اللفظيه وشتايم يعني. لا مفيش حد شتم ومفيش لفظ خارج طلع. بس عمر انا سمعت ان انت يعني واحد يقول لك يا قصير تقول له ده حمو اللي معايا. عمر معانا برضه. عمر معانا. حمو يقول على عمر يا قصير، وعمر يقول له انت بكرش. يعني هي حاجات حاجات دمها خفيف جدا. لا طب ما انا بكرش. طب ما انا بكرش، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا بكرش، واللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. ايه يعني؟ طب ما انا قصيره جنب لا استنى يا حمو بس، بلاش التعبيرات اللي تاخدنا لتحت دي يعني. عمل ايه؟ اصل كان زمان، انت عارف، كان زمان يعتبروا احيانا البعض يقول لك الكرش ده رمز يعني بيبقى مؤشر عزه يعني. ايوه. وثراء ونعمه. وزمان حتى كان الكرش الست اللي مش التخينه يعني رفيعه تبقى يتقال عليها انها، وياكلوهم اكل شديد علشان يبانوا ان هم الموضه كانت زمان التخان. يا استاذ وائل هي المشكله مش مشكله فلوس او مشكله حاجه، هي المشكله مشكله تقدير. انت لما تخليني اطلع الناس بتوعي واجيلك ونقعد ونتفق وتتفق مع الناس، وبعد كده اتصل بيك تقول لي جاي وما تجيش وتقفل التليفون، واكلم مدير اعمالك يقول لي اصل هو هيسجلها او ما يسجلهاش. طب ما انا من الاول قلت لك عاوز تعملها اعملها، مش عاوز تعملها ما تعملهاش. ايوه حمو، انا يعني مش هندخل قوي في التفاصيل، لان لا يعنينا خناقه بينكم على اغنيه، انما اللي بيعنينا انه واضح انه الحكايه فيها فلوس كتير، وعمر بيقول لك انا كنت ضامنك في 2 مليون، يعني واضح المساله طب ان انا في 2 مليون فيها فلوس كتير الحكايه يعني. طب ان انا وانا لو معايا 2 مليون ايه اللي هيخليني انا اغني، ولا ايه اللي هيخليني اعمل كل ده؟
ده انت راكب عربيه بكام يا عمر يا حمو؟ أنا مش عايز. راكب عربيه ب 2 مليون جنيه. طيب يبقى انت أيوة. بس جايبها قسط. انا بدفع كل شهر 70,000 جنيه. ده انتوا اللي شغالين افراح دلوقتي، ده الفنانين قاعدين يا حمو، وانتوا ما يعني انتوا اللي بتشتغلوا. كلنا قاعدين والله العظيم، كلنا قاعدين. ده انا 100 فيديو في الافراح في الحته. طب هات لي فيديو انا بتاعي في فرح. ما عشان بتتعمل دلوقتي الافراح في فيلات خاصه يا لا حمو. انا والله تاني في الهرم. انا بقالي فوق الشهر ما بنزلش ولا فرح. طيب خلينا في عمر، يعني هنا المساله خدت تراشق فيه ردح شويه يا عمر، بس واضح خناقه الفلوس دي خلت الناس تقول، يعني واضح ان اغاني المهرجانات دي يا جماعه بتكسب، وبقيتوا انتوا بتتخانقوا حتى على الفلوس على السوشيال ميديا بالشكل ده. استاذ وائل، مبدئيا بس انا عايز ارد على حاجه مبدئيا. انا سؤال راجل منظم جدا في شغلي، سامعني؟ اتفضل. يعني شغل صلي ده انا ما بحبش اشتغله، وانا ماليش فيه. دلوقتي في 4 اغاني، في اغنيه اسمها الدنيا بتجرح، وفي اغنيه اسمها انت معلمه، وفي اغنيه كمان، وفي اغنيه بتاعت الفرح اللي هو بيتكلم فيها دي. دلوقتي انا انت معلمه دي انا خدتها على قناتي وسجلت له قدامها اغنيه عشوائيه اخدها على قناته، حلو، احنا كده خالصين اغنيه قدام اغنيه، ماشي كده. في بقى اغنيه اسمها الدنيا بتجرح، دي اصلا بتاعتي. قال لي يا عمر انا عايزها عشان انا احط فيها اسم واحد وهبيعها. قلت له ماشي يا بيكا، خد الاغنيه وبيعها يا حبيبي. خد الاغنيه وراح بيعها لواحد وقبض فلوسها، حلو الكلام. دي اول حاجه. يبقى انت كده عندك حق اغنيه، ماشي. يبقى انت كده لما تشوفني تقول لي عمر اتفضل ده تعبك، عشان انا الاغنيه دي انا اللي منتجها، عندي فص ومديله فلوسها ومخلصها، يبقى انا باخد فلوس انا كمان. لا ده ما حصلش. التفاصيل دي يا عمر، التفاصيل انا اللي بيهم. ما انا بفهمك، بس المشكله جت منين يا استاذ وائل؟ بس سريعا اخر نقطه. اصل انا مش خناقه بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش يا جماعه، انا بس الخناقه دلوقتي الخناقه مش انت حضرت مش حضرنا خناقات عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش؟ كانت خناقات يعني ما برضه يا استاذ، برضه ما برضه عبد الحليم وورده برضه كانوا بيتخانقوا على حاجات هايفه برضه يا استاذ وائل. لا بس على فلوس، على فلوس يعني. لا ما كان بيتخانق معاه عشان هو قال مداح القمر، وهي اتضايقت على مداح القمر، فبتقول له لسه كان برضه كلام فارغ برضه بيتخانقوا عليه. بس دول مين يا عمر؟ يعني دول مين يا عمر؟ دول مين؟ دول مين وانتوا مين؟ ده بني ادم وهي بني ادمه برضه يا استاذ وائل برضه، يعني الموضوع مش موضوع بني ادمه وبني ادم، الموضوع الفكره نفسها. انتوا بتتخانقوا على الفلوس ولا بتتخانقوا على الفن نفسه؟ احنا بنتخانق على شويه اتفاقات وشويه اصول، وبعدين انا رد فعلي، انا مش فعلي يا استاذ وائل. انا عمري ما طلعت شتمت حد ولا قعدت الفط واحد واقعد اقول عليه كلام مش حلو خالص، ده مش مبدئي ومش اسلوبي. انا دلوقتي انت دلوقتي قاعد لقيتك جايب لي واحد وواحده بتتفق انت دلوقتي على الاغنيه، هل انت استشرتني؟ يعني انت يا بيكا لما انا بجيبك في اعلان. طب خليني يا عمر ابعد عن التفاصيل دي، المشاهد هيبقى السوق ده يا عمر. حمو خليني اسالك في الاول واسال عمر، السوق ده بيدار ازاي يا حمو؟ سوق اغاني السوق اللي احنا فيه ده، اغاني المهرجانات، سوق اغاني المهرجانات، هو ده اللي يعنيني. سيبك بقى من انه خد مني خد محفظه، خد اغنيه. تمام. السوق ده سوق اغاني المهرجانات، كيف يدار؟ بيمشي ازاي؟ دي اللي ليها مدرسه ولها اصول. معلش انا استاذ في اللعبه دي. انا في ناس كتير فهمنا بقى اللعبه دي، فهمنا بقى اللعبه. بص يا استاذ وائل، اللعبه دي اللعبه مش قصه فلوس، هي اللعبه كلها حب الناس. اللي لما تحبك هو ده الكنز من عند ربنا. تاني حاجه المعلم هو عمر، الاستاذ عمر لما جالي ما كانش حد يعرفه لسه، ولا كانت قناته متشافه. جه قال يعني انت سبب شهره عمر كمان؟ وهو يقول لك الكلام ده. بص يا استاذ وائل، طب ازاي؟ بص يا استاذ وائل، بعد اذنك ممكن اتكلم. ازاي انت سكت له ان انت يبقى هو انت سبب ان هو يطلع يعني؟ ده انت بقيتي حريقه مش انا. ايه السبب؟ هقول لحضرتك ايه السبب. من قيمه 3 4 سنين ما كانش فيه غيري انا اللي صوتي في الشارع. الدول ده اتصل بيا قال لي انا عمر كمال صاحب اغنيه الغربه، ونفسي يا حمو اعمل معاك حاجه عشان اوصل للطبقه اللي انت فيها. ايه الطبقه بقى؟ ايه الطبقه؟ أيوة. اللي هو صوت الشارع، اللي هو صوت الشارع. اللي يبقى صوته في الشارع والناس كلها بتسمعه. قلت له ما عنديش مانع يا نجم اتفضل، ورحت عامل له اغنيه اسمها مساء النقص وشمس المجره وغيره وغيره وغيره. لا عاملها له ازاي؟ عاملها له ازاي؟ مسجلها عندي انا في الشركه، انتاجي. الاغاني دي انتاج انا. المهم بعد ما اتعرف
وراح عمل بيت الجيران وعود البطل وغيره 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 وغيره. فهو في خياله عمر كل مره عاوز يعمل اغنيه تسمع، هو ده غلط. طب القصه هنا غلط. خليني بقى في ده عشان اصلا مش هسيبكم انتوا الاثنين لما نعمل تحليل نفسي واجتماعي لاغاني المهرجانات ده ونعرف السوق ده كيف يدار يعني. وكورونا كمان. لا ده كورونا ده بعدين يعني. عمر اللي بيقولوا حمو ده حمو بيقول لك لا لا يا استاذ وائل، لا اسمعني بس يا استاذ وائل، انا قبل ما اشوف حمو كنت عامل ابويا الاستاذ هاني شاكر، وكنت عامل الغربه، كنت عامل الكلام ده كله يا استاذ وائل. ده انا غنيت مع حمو في شهر 10 2019، 4 سنين. ايه اللي انت بتتكلم فيهم؟ انا كنت عامل الغربه وكنت بسافر الوطن العربي كله قبل ما اشوف حمو استاذ وائل اصلا. يعني مش هو سبب نجاحك؟ لا، كان سبب من الاسباب اللي هو اتعرفت في حته المهرجانات عن طريق حمو بيكا، لكن حمو بيكا ده ما عملنيش يعني ولا علمني غنى. انا كنت انسان نقابي وكنت بغني قبل ما اشوف حمو بيكا. يحاول الله يا رب يا استاذ وائل. يا استاذ وائل قول يا استاذ وائل. وانا بقول له ان انا علمتك، انا قلت له انا كنت سبب. لا انت بتقول لي انا شهرتك ومش شهرتك وعملتك يا ابني بلاش اللغه دي. لا يا عمر لو سمحت يا عمر، احنا هنا احنا يا جماعه بنشوف، انا اللي يهمني نشوف كيف يدار هذا السوق يعني. بص يا استاذ وائل، مش عايز تدخل اصوات ولا عايز تراشق يعني. بص يا استاذ وائل، هو نجم وصوته حلو وكان عامل الغربه وعامل. أيوة. بس انت كنت فين ودلوقتي بقيت فين؟ يا عم ربنا اذن كده، ربنا شاور عليا دلوقتي، فهو ربنا اراد لي. يا ربنا سهل لك حالك. انا كنت بقول للاستاذ وائل انا كنت سبب اللي صوتك يبقى في الشارع. طب عمر الاغاني دي واضح ان يعني بتجيب لك كام على اليوتيوب يا عمر؟ واضح انها بتكسب جامد. يا استاذ وائل انا بكسب قد الدنيا كلها، مش بدفع للبلد ضريبه وبدفع للنقابه. ايوه انا والله لا انتقص منك في ده، انما عايز افهم هذا السوق كيف يدار. يعني الاغنيه ممكن تجيب، هل الارقام اللي تم الاعلان عنها ملايين دي صحيح؟ الاغنيه بتجيب لك كام؟ ما حسب الاغنيه جابت كام وحسب اتشافت كام مره وكم اعلان اتعمل عليها، يعني ليها حسبه معينه في اليوتيوب كده. يعني الاغنيه ممكن تجيب لك 5-6 مليون وممكن تجيب لي 100 مليون وممكن ما تجيبش خالص. طب اقصى اغنيه جابت لك كام؟ ال 40 مليون ولا كام؟ لا مش الدرجه دي يعني. كام بس قول لي، احنا بنتناقش. ما اعرفش والله العظيم، مش فاكر والله. لا يعني مش يعني يبقى ما انت لو المساله منفيه نفيا قاطعا هيقول انا والله ما انا مش بتاع ضرايب يا عمر ولا داخل، انما عايزين نفهم السوق ده ايه. ما تسيبهم لي، خليهم يجوا عند ماما نجوى. هي المشكله تعالى لي بس انا عايزه تعالى عند ماما نجوى بقى. تعالى قول لي. انا اهم حاجه عندي ان انتوا تبقوا عارفين ان انتوا مش بس اخترقتوا الطبقه الشعبيه فقط. دلوقتي حتى الناس اللي هي مستواها عالي اللي هي A و B و C بتجيبهم في الافراح. مفيش فرح راقي جدا، ناس متعلمه جدا عاشت في الخارج، لازم يبقى في حمو بيكا، عمر كمال، شاكوش، كل دول يعني ما بينبسطوش الا معاكم. فانتوا ليه تدوا صوره سيئه؟ بصراحه دي سيئه، ان الخناقه على الفلوس. يا ماما نجوى قولي لحمو بيكا بعد اذنك لما يكون في مشكله ما يفتحش لايف ويقعد يطلع يشتم الناس ويقعد يقل ادبه على الناس. طيب هو بيعمل كده؟ انت بتعمل كده؟ عمر انت ممكن انا اللي بتكلم. ده حمو انت بتعمل كده وبهدوء يا حمو، مش عايزين مفيش حاضر مفيش تراشق. حاضر يا استاذ وائل، حاضر يا استاذ وائل. انا ابن اصول وما بفهم، ما اعرفش حاجه عن الاصول. هو بيقول لك قول لحمو لما يحصل مشكله ما يطلعش يعمل لايف. عشان في يعني شتايم. بص يا استاذ وائل، انا ما شتمتش. انا كل اللي انا عملته قلت ما حدش يكلمني على الشخص ده في شغل، عشان دوت ما بيلتزمش معايا في مواعيد. ومع السلامه يا صحبه مزيفه. يا صحبه مزيفه. يا سلام يا حمو، ايه الفلسفه دي يا حمو؟ وهو بيتهرب من حضرتك في فلوس اليوتيوب. يا عمر، واضح انه الصحبه المزيفه دي يعني ايه بقى فلوس اليوتيوب يا حمو؟ هو انت دلوقتي بتساله، هو عمال يتهرب من حضرتك. يعني انتوا في خلاف على فلوس اليوتيوب؟ ما هو ده اللي انا بحط ايدي عليه بقى. مش خلاف على الفلوس. كام يعني حوالي كام عمر؟ يعني 5 مليون. كام؟ 5 مليون يعني لا يا ريت 5 مليون. اسمع من بوقك ربنا. اغنيه بنت انت معلمه دي جايبه بتاع 150,000 جنيه بس. كام؟
150,000 جنيه. ايوه، ما هو شويه اغاني يعني. بيطلع للشركه النسبه بتاعتها، وبيطلع الضريبه بتاعت اليوتيوب، في الاخر بيصفي له هو على 80 70 بعد النسبه كلها. طب في كام اغنيه يعني؟ انتوا الخلاف كله على كام مليون؟ مش كام مليون يا استاذ وائل، يا ريت احنا يبقى معانا كام مليون. يسمع من بقك ربنا. انا واحد ما احتكمش غير على عربيتي دي. لا بس في كمان استوديو جميل انا شفته على التلفزيون. ايوه دي شركتي. الشركه بتاعتك يا حمو ما شاء الله، الله اكبر. وانت حابب ان انت تعملها ابيض وقلت ذهب. هل ده ذهب حقيقي وقشره الذهب دي؟ لا دي قشره الذهب. دي قشره الذهب. اه. وعرفت ان ماما بتدعي لك طول النهار وكل يوم. انا الخير اللي انا فيه ده كله صحيح. من خير امي، من خير امي وابويا وكل حاجه. طيب حمو، عشان ما يبقاش بس الموضوع يبقى اذا القضيه هي كده، انه الاغاني دي يا جماعه على اليوتيوب بتجيب فلوس، وهو بتقول عمر بياكلك فيها يعني، بياكل حقك فيها. ما بياكلنيش، لا ده حقه، هو حقه، وانا مسامحه على اللي هو اخد، وانا مسامحه وراضي بيه. طب بتتخانقوا ليه طالما هو الموضوع مش فلوس؟ انا مش خناق، الموضوع انا بقول له في اغنيه هو كان عارف بيها، ما رضاش يجي يعملها، خلاني سفرت الناس من اسكندريه وطلعت هنا قعدت ولا قدرنا ولا شافنا. طيب عمر، لو سالتك هنا عشان بيعنيني شويه التفاصيل، اصل اللي انكم ده بتكشف انه يا جماعه في دلوقتي انتوا بتسيطروا على شريحة كبيرة جدا، والمسألة بقت دجاجة تبيض ذهبا. شرايح، مش شريحة واحدة، شرايح كتيرة، كل شرايح المجتمع. احنا بنحاول نفهم المسألة وتحليل نفسي واجتماعي للظاهرة. بتجيب فلوس كتير يعني. هنا لو أغنية واحدة يا عمر زي ما انت بتقول هتعمل 5 مليون، وأغنية تانية تعمل 3 مليون فلوس يعني، واغنيه تانية تعمل 2 مليون، واغنيه تعمل 500,000 وهكذا يعني، مش كده؟ لا مش كده يا استاذ وائل، كل اغنيه يا استاذ وائل وحسب رفعها. ممكن اغنيه تجيب لي مليون مشاهده، فممكن تدخلك 10,000 جنيه، وممكن اغنيه تعمل 100 مليون مشاهده مثلا ويكون في مشكله عليها وربحها متعطل. وفي اغاني بتدخل، في اغاني مش بتدخل. انت بنت الجيران جابت كام يا فلوس؟ بنت الجيران بنت الجيران مش على قناتي. ايوه بس ما هو حصل خلاف ايضا، بس جابت كام؟ انا ما بقولكش جابت لك. والله العظيم يا استاذ وائل ما اعرف حسابها كده مع على قناته او عن شركه اليوتيوب اللي هي تابعه ليها. وزي ما قلت لك الاغنيه دي يعني انا اعلانات، ما ممكن شركات براندات كبيره حاطه اعلانات عليها واتشافت، وممكن مش محطوط عليها اعلانات، وممكن يكون في خلاف عليها شركه ثانيه حاطه قضيه على الاغنيه ما تدخلش فلوس اصلا، ما تكسبش منها انت، يفضل ربحها واحد. يا عمر انا عايزه اقول حاجه، بس عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، ان انتوا دلوقتي الاطفال بتتابعكم، الشباب بيتابعوكم، الكبار، كل الطبقات. المفروض ان انتوا يعني تعدوا مرحله الخناق على فلوس، وتقول لي مليون، يقول لي لا ده مليون مشاهد. ما هي سبوبه، ده بيكسبوا سبوبه. انا شايف انها سبوبه. ما دي سبوبه عصريه مش فن يعني على الانترنت. يا حمو، سبوبه ولا فن؟ مش هي سبوبه؟ ايوه لا سبوبه، كلنا بناكلوا عيش. طب خلاص، ما احنا بنحسب الحكايه كده، هي سبوبه اكل عيش. لا تقول لي بقى انا بعمل رساله ولا بتاع يا حمو. لا بس احنا بنقدمه رساله طبعا. رساله ايه بس يا حمو؟ طب ما ايه الاغنيه اللي انت فيها قدمت فيها رساله عشان نسمع حته كده صغننه؟ لا كتير. المثل بتاعك ايه اللي فيها يعني رسالة؟ في اغنيه كنت زمان بقول مقبول حبيبي، ده زمان اول ما طلعت. طيب ايوه في اغاني بعد كده بقى وبعد كده يعني انا بقول في حضرتك في انا قدمت رسائل كتير يعني كنت بوعي الشباب اللي هي ما تاخدش مخدرات، بوعي الشباب اللي العراك والقتل انت هتقدم مشكلتك للحد، بوعي البنات ما تنزلوش تسهروا بالليالي وما تمشوش لوحديكم عشان هيحصل كده. حكيت كتير. ايوه يا حمو، بس خلينا واضحين بقى. ما انت عملت اغاني انحطاط، وانت اعتذرت عن انحطاط وتدني، بس دلوقتي واعتذرت عنها، بس أيوة اغاني تدخل فيها السجن بجد يعني انحطاط. حلو. وبعد كده قلت انا من الحاجه دي مش هتتكرر ومش هتتعمل، ومن عليها انا ما عملتش اي حاجه فيها لفظ خارج. طيب انتوا دلوقتي يا عمر، واضح انه كمان هل في خناقه على الافراح ولا الاغاني اليوتيوب بس؟ يا استاذ اصلا مش بتخانق، هو حمو مشكلته حمو يكون في خلاف روح فاتح لايف
يسمع مصر كلها الكلام بتاعنا. انت يا حمو دلوقتي في مشكله، ليه بتعمل كده؟ وليه بتخلي الناس تاخد عنها فكره وحشه؟ الفكره مش فلوس يا استاذ، انا برضو عايز افهمك لب الموضوع. لا فلوس يا عمر، فلوس. هي فلوس، هي الموضوع سبوبه. مش فلوس. اغاني المهرجانات بالشكل اللي انتوا بتعملوه ده والصراع اللي انا شايفه ده واضح انها سبوبه جامده قوي، والخناقه على مين ياخد الكعكه الكبيره. يا استاذ وائل، انت ماسكنا احمد وائل. طب ما تروح تكلم اللي بيعمل اعلانات برضه استاذ وائل، وبيعمل ما الناس كلها بتكسب، واحنا استاذ وائل مطلوب مننا ما نكسبش مثلا. ايوه يا عمر، بس انت ما تكون يعني بادئ سبوبه يا عمر، لما تكون بادئ في ناس يا عمر بتقعد 20 سنه. انت لما تكون بادئ وتبقوا يا جماعه مسيطرين على السوق والافراح. طب ربنا بقى، انت قول لي ربنا ليه بترزقهم طيب دلوقتي وبتديهم كده رزق؟ طيب ده ذنبنا احنا يا استاذ وائل، ما احنا طفحانين كده، احنا عندنا حاجه و30 سنه برضه، احنا بقى لنا برضه قد ايه بنسعى يا استاذ وائل؟ ما هو في فنانين زي ما قلت لك بقى لها 30 40 سنه برضه بتاكل، وحد كلمهم يا استاذ وائل؟ يا عمر انت عارف ان انت على الهوا في برنامج التاسعة وقاعده أيوة معاك ماما نجوى والاستاذ وائل وبتزعق. ممكن تسمعني لو سمحت؟ اسمعني بس. وبتزعق ونبره صوتك بقت حاده وانت على الهوا، ما بالك بقى انت لما الموضوع يبقى فيه نص مليون ومليون وخناقه؟ بتعملوا ايه مع بعض بره الهوا بقى قدام الناس؟ انت قدام الناس ما بنعملش اي حاجه يا ماما نجوى. احنا المشكله كلها مع بيكا، رد فعل بيكا رفع صوره، فانا بيكا بفهمه بقول له يا بيكا اللي انت عملته ده غلط بيكا، واللي انت عملته ده كله في اغنيتين يا بيكا. يعني ايه ما بتعملش حاجه؟ لا معلش بقى، انا مش هقدر اسكت بقى. يعني ايه ما بتعملش حاجه؟ كل الخناق وفتح عليا مش عارفه الهوا، وفتح عليا ايه، لا وهو عمر كمان بيعمل حاجه وسرق الاغنيه. ده دخل في موضه انه بتصور مع لو عربيه جديده يتصور موبايل جديد. انت دخلت في الاستفزاز كمان يا عمر، كل ما اللي هو الاستفزاز موبايل جديد اهو يا جماعه البتاع بس انت ازاي بتغني الاغاني دي وماركه عربيتك دي؟ يعني برضو في حته ذوق راقيه جدا الحقيقه ما شاء الله. لا انا مش بتكلم هي بكام، تعب 14 سنه ده مش بتكلم يا عمر، انا بتكلم على الذوق، ان انت في جانب كبير في حياتك في تاتش ذوق حلو يعني، فلازم تبعد عن الاغنيات اللي هي ابتدت قلنا له كتير لانه عمر طبعا. طيب عملت دويتو مع الفنان احمد شيبه، هو هينزل الاستوديو هيعجبك جدا، اغنيه عاديه جدا بعيد عن جو المهرجانات خالص. كويس. النقابه اعتمدتك ولا لسه عمر؟ اعتمدتني الحمد لله يا استاذ وائل. يعني انت نجحت فعلا في الامتحان؟ نجحت في الامتحان وخدت رقم العضويه الجديده. طب يا حمو الراجل دلوقتي بقى نقابي، انت مش نقابي يا حمو، انت مش عارف تدخل النقابه. هيبقى يا وائل خلاص باذن الله هبقى نقابي برضه ان شاء الله. باذن ايوه الله. هو ده بقى التحدي بقى. ماما نجوى باذن الله. انا هبقى برضه في النقابه، وانا برضه بحترم النقابه احترام جامد، وعمري ما هكسر قوانينهم وكل حاجه. وانا كل حلمي في الحياه اللي انا اكل عيش، واللي انا الناس تحبني. انا مش طالب ولا شهره ولا فلوس ولا مجد، انا كل اللي طالبه في حياتي اللي انا اعيش مستور واعيش مستريح واعيش اهلي مرتاحين واكل عيش. هو ده حلمي في الدنيا، وهو دوت اللي انا طالبه من ربنا. مش طالب ولا كنز ولا غيره، انا طالب اللي انا اكل عيش وامشي مستور ومرضي، والناس اللي شغاله ورا مني تاكل عيش. حمو كلمة عيش دي مطاطة جدا جدا، يعني هتاكل عيش يعني ما يقولهاش الفنان كمان. لا يعني هتاكل عيش يعني. بص يا استاذ وائل، انا بص يا استاذ وائل، ربنا هيوفقك. بص يا استاذ وائل، انا مش بتكلم ان انا فنان وما ينفعش فنان يقولها، لا انا بقولها اهو على كل الهوا وكل الناس سامعاني دلوقتي. انا بقى شخص متواضع خالص، وعاوز اللي انا اعيش مستور واعيش مستريح برضه، وارجع اقول لك اللي انا برضه اكل عيش. طيب. والناس اللي ورا مني فاتحه بيوتها تاكل عيش. وهنا هتتعلم بقى السلم الموسيقي يا حمو. انت بتقول اهو عايز ادخل النقابه، هتتعلم. بتعلم السلم الموسيقي، وباذن الله انا بغني والله يا استاذ وائل، بغني، بس انا فاضل لي حاجات بسيطه وهبقى كله 100. ده يبقى كويس يا حمو، انك انت تقول اهو يا جماعه انا هدخل بشروط النقابه. سيبه بقى يغني بقى يا وائل. ما هو ده سيبه يغني. هو سايب حد يغني؟ هو سايب فرح لحد؟ يا حمو غني واحنا هنهني ان شاء الله قريب، وسيبه بقى يغني. لا اصل انت بتقولي لي سيبه يغني كانه هو مش سايب حد يغني. هو الافراح خلي بالك بتوع الفن كلهم قاعدين وحمو بيشتغل. كويس بس خلاص كفايه كده.
والله العظيم من ضمنهم قاعد وربنا. طب اسالي عملاق زي مدحت صالح كده حضر عمل كام اسالي حمو بيكا كام فرح. لا فرق التوقيت، فرق السن، والله فرق الحاجات دي. العظيم يعني دول قاعد. شباب يعني ما شاء الله. ماما نجوى والله قاعد، والله العظيم ما بكرش. بشتغل. والتاني طيب لا معلش حمو معلش. بشكرك يا حمو، ارجع للفرح بقى وبشكرك. ماشي يا استاذ وائل، الله يخليك. عمر عايز اسالك قبل ما تسيبنا، لانه لقيت تصريحات لوالدتك غريبه شويه برضو، بتقول اغانيكم اسفاف، المهرجانات اسفاف، وانه الفن حرام، وانه مش عايزه عمر يتجوز فنانه يعني. والله جت جريده محترمه تسجل معايا في البيت، انا كنت مش موجود، فامي كانت موجوده، فبقول لهم ضيفيهم، لقيتها بقى عملت لقاء ولبستني في الحيطه. ماما لبستهم في الحيط. قالت اغانيكم ابتذال والفن حرام، وانا وبقيت زانت قرار ونفسي ابني يطلع مهندس، فامي طبعا اقول لها ايه طيب. بس هي يعني هي حست ان ده بوليس حد جايين يعملوا مصدر ولا حاجه. والله العظيم قلت لهم يعني جيب لهم بيبسي كده وحتتين جاتوه ضيفيهم، انا جاي في السكه لقيتها عملت لقاء كامل. لا هي خافت، قالت يمكن تحقيق هيقبضوا عليه، فقالت لك لا ده اسفاف ووحش وما ينفعش. برضه خافت عليه. هي بقى يعني الام ما اقدرش اقول لها حاجه طبعا، تقول لها عايزاه، وهي حافظه عقليتها ودماغها. والله يا حمو ربنا يخليها لك، لان هي البركه بتاعتك. ده عمر بس طبعا انت لا بتقول بتكلم على مامة حمو. لبستني في الحيطه يا عمر. اكيد طبعا في تصريحات طبعا ما عجبتش الناس. لانه طبعا الفن مش حرام، ثانيا انه اغاني المهرجانات فيها البذيء وفيها اللي مش بذيء، لكن وكمان هي مش عايزاك تتجوز فنانه بقى يا عمر اهو. لا ليه لا الفنان طبعا ايوه انا كعمر، انا لو لقيت اي انسانه من اي وسط راعي ربنا فيا واحبها، انا ما عنديش اي مشاكل، وهي رايها وهي حره في امي طبعا حبيبتي فوق راسي، لكن انا اي انسانه طلع ربنا فيها من اي وسط انا بس والله بص واضح انها باصه للفن كله انه حرام يعني. بص يا عمر، بعد الكلام الحوار في 9 النهارده وجبنا سيره الملايين سواء مشاهدين او فلوس بحقه حقيقي، ان شاء الله هتلاقي فيه 20 عروسه دلوقتي. يا رب ربنا يكرمنا يا رب. ومبروك مبروك يا عمر دخولك النقابه فعلا، لانه انت ممكن تطلع من شرنقه اغاني المهرجانات دي وتدخل على الغناء الحقيقي الطربي الاصيل. ان شاء الله. عقبالك يا حمو، عقبالك يا حمو ان شاء الله، نبارك لك. ده عمر انا كل شويه لا حمو الحمو بقول له عقبالك ياخد اللي يخش في النقابه. يبقى بعيد شويه السلم الموسيقي، يبقى نقابي، هو لسه في السلم الموسيقي لسه في السلم. طب روحوا انتوا كلوا شوفوا اكل عيشكم، عشان احنا عايزين برضه نشوف اكل عيشنا. يلا يا وائل. اشكرك يا عمر، الف شكر. اشكرك.